بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بغيت نهضر على واحد الحق من حقوق الزوجة، واللي بصراحة قليل ولا حتى واحد ما كيهضر عليه، وهو حقها في العطلة الصيفية، انها تقضي وقتها مع والديها واخواتها وحبابها، وما تكونش العطلة كاملة مخصصة غير لعائلة الزوج. وقبل ما نكمل بغيت نوضح واحد الحاجة. الحمد لله انا ما كنهضرش على حياتي الشخصية، وما كنهضرش على راجلي. الحمد لله انا وراجلي متفاهمين، هو من مدينه وانا مدينه، يعني فاش كننزلوا المغرب كندوزوا للمدينه ديالهم، هما الاولين جاو في الشمال، عاد كنمشيو للمدينه ديالنا حنا جينا في الوسط في الداخل. فانا ما كنهضرش على راسي، كنهضر على بعض العائلات وبعض هذا الموضوع كيعانيو منه بزاف ديال النساء مساكن، ولكن ما كيهضروش، الحقوق ديالهم مهضومه. منين تجي المراه تهضر يعني كتوقع في مشكل، وخصوصا الا كان الزوج والزوجه عايشين في الغربه وعائله الزوج معاه طول العام، ومنين كيهبطوا للمغرب الزوجه اللي كانت كتسنى تشوف والديها وخواتاتها كتلقى راسها العطله كامله مع عائله الزوج، عطله على الزوجه. كاين بزاف ديال الناس كيخدموا العام كامل وسط الضغط والخدمه والمسؤوليات والتوتر النفسي، وكيقولوا غير نهبط المغرب نرتاح نشوف والدي خواتاتي واصدقائي ونبدل الجو. ولكن ملي كيهبط خاصه الزوجه كتصطدم بالامر الواقع، كتلقى خواتاتها اللي خصها تمشي للكوافور، ها اللي خصها تمشي للحمام، ها اللي خصها تمشي للخياط، ها اللي خصو يديهم بحال الشيفور. هذيك راه بصراحه ماشي حياه. بصراحه الانسان ما كيمشيش للمغرب غير باش يسافر، كيمشي باش يريح قلبه وعقله، والفلوس اللي غادي يصرفها هنايا الفنادق والسفر داخل اسبانيا. كاين اماكن ومدن جميله جدا، ولكن الانسان كيبغي كيقول لك الفلوس اللي غادي نصرفها هنا في الفنادق بالاحسن نمشي للمغرب، من هني نشوف حبابي ومن هني نفوج وهذا. ماشي غنمشي باش نبقى في دار الزوج مطيعه لهم العطله كامله. هاش هاد العبوديه هذه، وكتكون نتيجه ان الانسان رجع من المغرب وهو ما مرتاحش، بالعكس رجع بنفس التوتر اللي كان عنده من قبل ويمكن اكثر. يقول بينه وبين راسو واش انا جيت نرتاح ولا جيت نزيد نتعب. العطله خصها تكون راحه وصله الرحم وذكريات جميله. اذا كان الانسان غادي يزيد عهم على هم، فمن الطبيعي يحس بان الهدف السفر ما تحققش، وانه عطيع راسو ماديا ونفسيا وجسد وكل شيء، يعني يضيع راسو وما استفدش من هذه العطله نهائيا. بالعكس زاد توتر على التوتر. على حقك، ولكن طالبي به باحترام وحوار. من حقك منين تهبطي للمغرب تفرحي بوالديك وتجلسي مع خواتاتك وتعيشي لحظات جميله مع الناس اللي توحشتيهم العام كامل، ماشي دوزي العطله ديالك كامله مع عائله الزوج و الزواج ما كيعنيش ان المراه تقطع صلتها بعائلتها، ولا ان حقوقها تولي اقل من حقوق اي شخص اخر. كما الزوج عنده الحق يشوف والديه واهله، فالزوجه حتى هي عندها الحق، نفس الحق. المراه ما خصهاش تحس بالذنب لانها بغات تشوف اهلها، هذا حق طبيعي وحق انساني وحق زوجي كذلك. والاسره الناجحه هي اللي كيبنيها العدل ماشي التفضيل. ملي كل واحد ياخذ حقه كيبقى الاحترام وكتبقى المحبه بين الجميع. انا ناخذ حقي وهي تاخذ حقها، انا نفرح والدي وهي تفرح والديها، انا نجلس مع دارنا وهي تجلس مع دارهم. ما يمكنش انني نحرمها من حقوقها، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى بهذا. شنو رايكم؟ واش كتشوفوا ان حق الزوجه في العطله تحترم كما خاص تحترم، ولا مازال كاين نساء اللي كيتحرموا من هذا الحق؟ شاركوني آراءكم بكل احترام وشكرا.